قضي الأمر الذي فيه تستفتيان بتصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم. أصبح القانون نافذ. وطبعا يعني ديت احنا كنا بنقول ان هي القانون نفسه وقانون الحكومة ده طعنة في القلب. دلوقتي أصبح فيه جرح بينزف الناس. طبعا اللي هي مستنية مصيرها بعد 7 سنين. طبعا الأعمار بيد الله، ولكن الإنسان يعني ربنا أخفى وقت الموت ليه؟ عشان الإنسان ما يفضلش طول الوقت يشوف هو هيموت امتى، أو عشان يشتغل هو مش حاطط في دماغه ان انا خلاص هموت، اشتغل ليه ولا اعمل ليه؟ لا. فالإنسان لما يبقى مقدر مش هيقدر ان هو يعيش. طبيعي ان دوت في معركة قانونية اخرى حسب يعني المتخصصين. ولكن الاذى النفسي في نفوس الناس، وفي بعض الناس من المؤجرين ابتدوا يعني هم مش ابتدوا، هم من ساعة قانون الحكومة ما اتعمل وهم بيأذوا الناس بالألفاظ. وللأسف رئيس الرابطة بتاعتهم اللي هو يمرح ورايح جاي، يعني اللي هو شتم الناس المستأجرين وقال لهم يا جربانين واشتكينا، ومحدش يعني عادي. الراجل عمال يصرح ويقول لك هنعمل ايه، وقائد المسيرة هو، وعمال بقى ايه يقول لك دول هيروحوا فين ودول هيجوا منين ومالوش دعوة، هو الراجل بيلم المحصول. بس احب انبه يعني الى ان الناس يعني في حالة ألم. والناس اصلا اللي هي اصلا كانت يعني هي مش عايشه في امان، مش عايشه يعني في سلام يعني كده نفسي، ان هي خلاص اكلها موجود، شربها موجود، حياتها ماشيه. لا، هم اصلا كانوا بيجروا ورا لقمه عيشهم وبيجروا في حياتهم. فاضيف ليه بقى ان هو مش عارف هيعمل ايه بعد 7 سنين. هو حتى مش هيقدر حتى يحوش مبلغ لل7 سنين دول عشان يروح يشوف شقه تانية، ولا يقدم في الاسكان اللي بيقولوا عليه دوت اللي هو برضو بالالافات. يعني ادي احنا مستنيين ونشوف ايه يعني. اقول ايه يعني، احنا كنا يعني قاعدين في امان وسلم نفسي واجتماعي، وقلنا ان احنا هنزود الناس، هتزود الاجره. محدش قال لا، عشان ما يطلع لناش حد من اللي بيطلعوا دول من غير مناسبه يقول لك انتوا عايزين تعيشوا بالسحت وتعيشوا لا معلش، ما السحت احنا قلنا ايه هو السحت، وعورنا مين اللي خد السحت. فما فيش داعي للكلام ده. احنا الناس بتقول لك زود الاجره، لكن حكايه الطرد ده نوع من التشفي ونوع من الغل.